لو مستناه اليوم اللي هتبقي فيه مثالية عشان تحبي نفسك، فأنا أسفة إني بقولك كده، بس اليوم ده عمره ما هيجي. احنا اتعلمنا نحب نفسنا بشروط، لما نخسر وزن، لما ننجح، لما نبقى شبه الصورة المثالية اللي في دماغنا. بس الحقيقة انك طول ما انتي مستنية تبقي كفاية، عمرك ما تحسي انك كفاية. فأنا مش هاجي أقولك في الفيديو ده كلام تحفيزي وحبي نفسك عشان انتي تستحقي، وحبي نفسك عشانك جميلة زي ما انتي. لا، هقولك البوينتس اللي خلتني انا كجنى احب نفسي اكتر واعرفها وافهمها اكتر من اني احتاج حد يفهمها. بمعنى اصح، ازاي بقيت بهتم بنفسي اكتر من اني استنى اهتمام من حد. في البداية كده هنتكلم مع بعض عن عقليتك اتجاه الشيء. فعشان تغيري حاجة في منظورك محتاجة تغيري طريقة تفكيرك ليها وطريقة تعاملك معاها، وبالأصح كل حاجة متعلقة بالشيء ده. وأول نقطة حابة ألفت نظرك ليها وعايزاكي تمشي على أساسها، وهي إنك تعتبري نفسك صاحبتك وأقرب حد ليكي. خلينا نتكلم بوضوح شوية. أنا قصدي هنا إنك تبدأي تبصي لنفسك على إنه ده الشخص اللي هتعيشي وتكملي معاه بقية حياتك. إزاي هيكون تعاملك معاه؟ هل هتجلديه وتقوليله كلام سلبي، ولا هتحسني علاقتك معاها لأنها بالفعل الشخص اللي هتكملي معاه بقية حياتك؟ صح ولا لأ؟ فعشان نبدأ الموضوع بالراحة، محتاجة منك تدركي ده وتاخدي نفسك على انها صاحبة ليكي، محتاجة تتعرفي عليها اكتر، مش لانك مضطرة لده، بل حبا فيها، ولانها الشخص اللي هتقف معاكي في كل المواقف السلبية واللي بتوجع. على الرغم من تجاهلنا وعدم ادراكنا لده، ولكن لو جينا ركزنا فيها هنلاحظ اننا بندور على صديقة بنفس المواصفات والشكل ده، في اهتمام لينا، في حب لينا، يكمل معنا بقية حياتنا، ويحقق لينا رغباتنا، ويحقق لينا أهدافنا، أو يشاركنا حتى فيها. فما بالك إن الشخصية دي هي نفسك. وعشان توصلي للنقطة دي محتاجة تطبقي كم نقطة هيفرقوا معاكي جدا في حبك وقيمتك لنفسك. الجورنالينج هنا مش قصدي بيه تكتبي يومك بالتفصيل، عملتي ايه وكلتي ايه وشربتي ايه، بس قصدي هنا تبدأي الخطوة انك تعرفي بيها نفسك. تسألي نفسك انت بتحبي ايه وبتكرهي ايه، مثلا ايه الحاجات اللي بتعرفي تعمليها بسهولة وبتلاقي يمكن الناس بتواجه صعوبة وهي بتعملها، وبالتالي نقدر نسميها عندك نقاط قوة، والعكس ونسميها نقاط ضعف ونحاول نطورها. هتلاقي أسئلة كتيرة جدا على بنترست، اكتبي بس في البحث أسئلة للتعرف على الذات وهتلاقي منهم. النقطة دي هتفيدك لأنها بتكشفلك صاحبتك أكتر اللي هي نفسك، وبتكشفلك مواصفاتها وحاجات أكتر انتي ما كنتيش واخدة بالك منها قبل كده. فهتعدي عليكي أسئلة هتحسي ان انتي ما فكرتيش فيها قبل كده، فده هيساعدك ان انتي تتقربي منها أكتر. طيب انتي خلاص عرفتي نفسك ومعظم المواصفات. ازاي تحققي احلامك بعد ما حددتيها وعرفتي انتي عايزة ايه لنفسك ولصاحبتك؟ تحقيق الاحلام بيلزم ليه سعي، والسعي بيوصل لتقدير الذات اكتر. فكمثال، لما تذاكري وقت طويل بتحسي بفخر مع انك لسه ما امتحنتيش، ولكن تقديرك لنفسك بيختلف عن انك كنتي قعدتي على الموبايل. بتحسي انك وفيتي بكلمتك وحققتي جزء من الهدف. ده بالظبط اللي انا بتكلم عنه. حددوا الخطوات البسيطة من أهدافكم، زي مثلا لو أنت عايزة درجة عالية الزمي نفسك على المذاكرة، ولو مثلا عايزة توصلي لجسم معين ابدأي روحي الجيم أو اتمرني في البيت وكلي أكل صحي. رابع ستيب، خدي نفسك المستقبلية والصورة اللي عايزة تبقي عليها قدوة. بمعنى لو كنتي في موقف صعب ومش عارفة تتصرفي، فكري مثلا نسختك المستقبلية وشخصيتك المستقبلية اللي نفسك فيها كانت ممكن تتصرف وتعمل ايه، وتصرفي على اساسها. انا متفقة معاكي جدا ان دي حاجة كويسة ومفيهاش اي مشكلة ان انتي تاخدي مشهورة معينة قدوة ليكي، ولكن وقت المشاكل ووقت القرارات الصعبة هنا عايزاكي تميلي شوية لشخصيتك المستقبلية، لان ده هيزود حبك لنفسك اكتر. انما لما تيجي تفكري بالقدوة، بحس ان ده بيزود حبك لقدوتك مش لنفسك، ودي حاجة من تجربتي الشخصية تقدري تجربيها وتشوفي الفرق. سامحي نفسك واديلها فرصة، حتى لو مليون فرصة. ارجعي وسامحي نفسك وتقولي مثلا يا ريتني كنت رديت على البنت الفلانية الرد الفلاني، انا ضعيفة، انا ما بعرفش ارد، انا ما بعرفش ادافع عن نفسي. انسي الكلام ده كله خالص وخدي نفسك على انها طفلة وعلميها خلاص احنا عرفنا موقف زي ده المفروض مننا نرد نقول ايه. فبعد كده ممكن تردي الرد ده، او بعد كده لو حسيت اني مش مهمة في مكان همشي واسيبه، لان قيمتي اعلى بكتير قوي من اني اقعد مع ناس قيمتهم قليلة قوي كده. وده ينقلنا لاخر نقطة في علاقتك بنفسك، وهي كلامك ايجابي مع نفسك.
عمرك لاحظتي صوتك الداخلي بيكلمك ازاي؟ مش صوتك اللي بتتكلمي بيه مع ناس، صوتك اللي جواكي لما تغلطي في حاجة بتقولي لنفسك انا فاشلة، انا مش بعرف اعمل حاجة صح، ولا بتقولي انا اتعلمت المرة الجاية هكون احسن. الفرق بين الجملتين مش بسيط، الفرق بينهم هو الفرق بين واحدة بتاخد خطوة لقدام والتانية بتفضل في مكانها او ممكن حتى بترجع ورا، لان عقلك بيصدقك اي كلمة بتقوليها لنفسك هو بيبني عليها شخصيتك. فخلي بالك دايما من الكلام اللي بتقوليه مع نفسك. نيجي عند بارت 2 وهو محيطك. محيطك بيشمل اي حاجة من اللي حواليكي، سواء صحابك، اهلك، حتى موبايلك والحاجات اللي بتسمعيها وتشوفيها. متقلقيش، هشرح لك كل نقطة واحدة واحدة، وهنبدأ بالصحاب. صحابك لما يكونوا توكسيك وبينزلوكي لتحت بكلامهم السلبي، سواء كان على هدفك او على خططك للمستقبل او على حتى حاجة فيكي، شكلك، شخصيتك، طريقة كلامك، فما ينفعش يبقوا صحابك، ما ينفعش يبقوا في حياتك، ولا ينفع يبقوا في دايرتك. فمثلا لو اقرب صاحبة ليك جتلك وقالتلك ان في واحدة معينة بتتريق عليها وعلى شكلها، هل هتكون نصيحتك ليها معلش كملي واستحملي معاهم، ولا هتنصحيها بانها تسيبها وتقطع معاها؟ نفس الكلام معاكي. انا متفهمة جدا انه لما الجرح يجي من حد قريب منكم قوي كده زي اهلكم فبتبقى اصعب. طبعا مش كل اهلنا بيعرفوا يشجعونا بالطريقة الصح، بس ده مش معناه انك فعلا مش كويسة. اول خطوة افصلي بين رأيهم وقيمتك. لما حد يقولك مش هتنجحي، ده رأي، ده مش حقيقة ولا حاجة. قيمتك مش بتتحدد بكلام اي حد حتى لو كانوا اهلك. تاني ستيب، افهمي نيتهم. اوقات كتيرة الاحباط بيكون خوف مش كره، هم خايفين عليكي بس ممكن بيعبروا بطريقة غلط. نيجي عند اخر حاجة في الفيديو وهي جزئية الموبايل. هقولك على حاجة محدش بيقولها، الموبايل بتاعك مش مجرد وقت بتضيعيه، الموبايل ممكن يكون شخصيتك. كل فيديو بتشوفيه وكل حد بتتابعيه وكل كلمة بتسمعيها انت بتدخليهم جوه دماغك وجوه حياتك من غير ما تحسي. فلو طول الوقت بتسمعي شكوى، اغاني حزينة، بتتابعي ناس نفسيتها خربانة، بتتابعي ناس سلبية، هتلاقي نفسك بقيتي شبههم. في اخر الفيديو حابة اقولك كام كلمة لازم تعرفيها. مش شرط من بعد الفيديو ده تفتحي كراستك او النوت بوك بتاعتك وتسألي نفسك كل الاسئلة عشان تعرفيها وتقولي خلاص هعرف نفسي كلها النهاردة. لا خالص، انا بس حبيت افكرك باهمية الخطوات الصغيرة، بانك طول ما انتي ماشية في الطريق ومستمرة في الطريق بتتعرفي على نفسك اكتر وبتفهميها اكتر، فكل يوم هتعرفي فيه نفسك اكتر من اللي قبله. متقلقيش، طول ما انتي بتسعي وبتعملي الخطوات اللي قلت عليها في الفيديو وهتعمل معاكي فرق يا أمورة. Thank you so much for watching، وأشوفكم في الفيديو الجاي.